انها بالنسبه للرقص والرجاله، كل اللي فات ده كان عن البنات. الجسد الرجالي كان ضحيه اكبر للترويض ده. زي ما قلنا المجتمع سمح للسيدات ان هي ترقص بضوابط معينه وباشكال استعراضيه معينه، ولكنه فتره من الفترات منع الراجل من حتى قبوله ان هو يرقص، وربط ده بالخفه او ان هو بيتشبه بالسيدات. الجسد الرجالي اللي مطلوب منه انه يبقى صلب وثابت بقى محظور عليه تماما ان هو يهتز، لان اي هزه في الجسد الرجالي بتهدد صورة الرجولة اللي المجتمع رسمها. أما في الرياضة فدي المساحة اللي بيتقبل فيها إن لاعب يرقص، زي مثلا ما بنشوف كتير جدا لما لاعب بيسجل هدف في أي مباراة ويبتدي يرقص، بتلاقي الجمهور كله ممكن يقلد الرقصة بتاعته كمان ويرقص معاه احتفالا بالجون اللي سجله، لأن الرقص ساعتها بيعبر عن لحظة فرح وانتصار مفيش أي حاجة تقدر تكبتها. وعلى المستوى الرياضي فالرقص قريب جدا من التمارين البدنية، القفزات والانحناءات والدورانات وقوة التحمل والنفس، كل ده محتاج تدريب رياضي علشان تقدر ان انت تقوم بحاجة من الحاجات دي.